السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الدراري؟ لاباس بخير، نتمنى كلشي يكون بخير. فان شاء الله الدراري اليوم الفيديو ديالنا فيديو بسيط بزاف اللي ما فيهش شي حاجه تكنيك. غادي نحاولوا غير نوضحوا بعض المفاهيم، لان كاينين شي دراري تسمعوا التريدين اوتوماتيكمون دماغهم كيدوخ، كيظنوا ان التريدين شي حاجه اللي هي صعيبه. هي في الحقيقه صعيبه ولكن يمكنك تفهمها. دونك الفيديو اليوم غادي نشرحوا شنو هو التريدر، شنو هو التريدين، ولي مارشي اللي يمكن تريدي فيهم، والانواع ديال لي مارشي. دونك غادي نبداو على بركه الله. فاول حاجه هي تريدر او المتداول. كما تشوفوا المتداول الا مشيتي قلبتي عليها في المعجم او في جوجل غادي تعطيك هذا الديفينيسيون هذه اللي قدامنا، اللي هي المتداول او التاجر هو الشخص الذي يقوم بالتداول في سوق العملات او سوق الاسهم. عمليه التداول خاصه بالمتداول تتم بواسطه الاموال الخاصه مع اخذ بعين الاعتبار الرافعه الماليه. يقوم المتداول بكسب المال عن طريق الاستفادة من تغيرات الأسعار للأدوات التي يقوم بتداولها. دونك الدراري باش بلا ما تدوخو، التعريف ديال التداول بسيط جدا. فالتريدر هو أنه كيدخل واحد السوق وكيقوم بواحد العملية ديال الشراء أو البيع، أو البيع والشراء، والهدف ديالو هو يحقق واحد الهامش ديال الربح ما بين لا مارج باش شرا ولا مارج باش باع. فهي في الاول والاخير تبقى تجاره، مثلا بحال اي تاجر تيحاول يشري سلعه بثمن رخيص وتيتسنى السوق يطلع، ولا تيحاول انه يبيعها بواحد الثمن اكثر، على امل انه داك الهامش اللي كان الفرق ما بين الثمن اللي شرا والثمن اللي باع هو اللي يكون ربحه. فهادشي اللي كاين بكل بساطه. فانت كتريدر كتحاول انك بالتحليل ديالك والتقنيات اللي غتتعلم مع الوقت، لانه التريدر تيتعلم مع الوقت بالاحتكاك مع المارشي، غتحاول انك تشري في واحد البوزيسيون اللي هي شويه طايحه. بالتكنيك ديالك وبلاناليز ديالك كتشوف بانه تقدر القيمه ديال داكشي اللي شريتي يطلع، وتعاود تبيعو وتجني الربح ديالك من داك الفرق ما بين الثمن باش شريتي والثمن باش بعتي. دونك حتى لهنا تيكون التعريف ديال التريدر اولا المتداول باين وبسيط جدا. فالمساله تبقى كيفاش غدير تشري وكيفاش غادي تقدر تبيع. فإلا بغيتي تشري أو تبيع، فحنا لي تريدر ما عندناش لاكسي أننا نشريو ديريكت ولا نبيعو ديريكت، نشريو عن طريق البروكر. دونك حتى لهنا تيكون التعريف ديال المتداول أو التريدر بسيط جدا. فكيبقى لينا كيفاش نديرو نشريو وكيفاش غادي نديرو نبيعو. فحنا كتريدر ما عندناش لاكسي أننا نشريو ديريكت أو لا نبيعو ديريكت، فتنشريو وتنبيعو عن طريق واحد الشخص بحال السمسار اللي هو تنطلقو عليه السميه ديال البروكر. والبلاتفورم هي اللي كتعطينا الداتابيز او المعلومات ديالنا، هي اللي كتعطينا داك الشارت او المبيان اللي كيبان لكم في الشاشه اللي يمكن انت دير عليه التحليل ديالك. والبروكر هو السمسار، هو اللي تيكون عنده علاقه ديريكت مع لي بنك باش الا بغيتي تشري او تبيع. فشحال هادي كان المتداول قبل ما يبانوا هاد البلاتفورم ولا تبان البروكر، فكان المتداول ضروري انه باش الا بغى يشري تيعيط على السمسار خصو يكون وسط لابونك او وسط لابورس، جالس كيعيط ليه في التليفون كيقول ليه شري لي السهم فلاني، فتمشي داك السمسار وكيشري ليه داك السهم. دابا مع التكنولوجيا ومع الانترنت ما بقاش حاجه لداك الشخص اللي تعيط ليه في التليفون. كلشي ما بين يديك، خاصك بيسي وتقدر تداول من اي بلاصه بغيتي. باش نبسط لكم المساله، مساله البروكر هو بحال السمسار. مثلا انت بغيتي تشري مثلا دار، فالا بغيتي تقلب تقلب بزاف وشوف واش تلقى شي دار ولا ما تلقاهاش. دونك كتمشي ديريكت تمشي عند السمسار يعرض عليك بزاف ديال الديور بغاو يتباعوا، وفي هذيك اللحظه باش يعرض عليك هذيك هي البلاتفورم، بحال تعرض لك الداتابيز اللي عنده هو، تقول لك مثلا كاينه هاد الدار وهاد الدار وهاد الدار وهاد الدار وهاد الدار. وإلا اختاريتي انت شي دار وبغيتي تشريها، فهو كيمشي تيلاقيك مع مول المحل في هذه الحاله هو لا بنك، والسمسار هو البروكر، وانت اللي بغيتي تشري الدار هو المتداول. فمن بعد كتختار اي سوق بغيتي تداول فيه. كاينه مجموعه من الاسواق الماليه باش تداول فيهم كمتداول، كاين اللي تيقول كاين 6، كاين اللي تيقول 8، كاين اللي تيقول 7. فانا صراحه تنعرف خمسه هما من اكبر الاسواق اللي يمكن تداول فيهم، واللي جل المتداولين تيداولوا فيهم. دونك نشوفوا دابا هاد الاسواق بخمسه ونحاول نشرح لكم كل سوق شنو تعني. دونك غادي نذكروهم ومن بعد نمشيو كل سوق شنو تعني. السوق الاول هو سوق الفوركس، السوق الثاني سوق الاوراق الماليه، الاسهم والسندات،
السوق الثالث هو سوق السلع، مثلا الذهب، فضة، النفط. السوق الرابع سوق العملات المشفرة اللي تتسمى بالكريبتو موني. السوق الخامس اللي هو السوق لي زاسيرونس او التامين. فهذا السوق صراحه ما عنديش عليه شي فكره اللي هي كبيره، وتنظن ما اغلب المتداولين ما تيداولوش. وكاين السوق السادس اللي هو سوق المؤشرات، البورصه، واللي هو من اهم الاسواق اللي يمكن الدراري تريدو فيهم، واللي كنصح بانكم تمشيو تريدو في هذا السوق هذا. فانا نقول لكم علاش. دونك نمشيو سوق بسوق. سوق الفوركس. سوق الفوركس هو سوق عملات نقديه لاي بلاد. بحال مثلا كاين اللي تيتريدي الاورو بير دولار، كاين اللي تيتريدي ليان بير الاورو، كاين اللي تيتريدي الجنيه الاسترليني بير ليان. كل واحد تيتخصص في شي بير معين، مثلا الاورو ب$6 ولا بحال هكا. وباش نعطيكم مثال، مثلا دوك المحلات اللي كتلقاو ديال الاكسشانج، اللي كتلقى كيصرف لك مثلا كيصرف لك الدولار بير درهم. تعطيه انت الدولار، هو كيعطيك كتعطيه مثلا الدرهم، هو كيعطيك الدولار، ولا كتعطيه الدولار هو كيعطيك الدرهم. هذا راه كيدير التريدين في الفوركس. غير هو بحال مثلا في المغرب تيدير غير الدولار ولا بالدرهم ولا الاورو بالدرهم. فهو كيحاول انه يشري الدولار، تيشريه من عندك بواحد القيمه قليله باش يبيعو، باش يربح بداك الهامش بالثمن باش شراه، والثمن باش غيبيعو داك الهامش هو الربح ديالو. دونك هذا هو عموما السوق ديال الفوركس. وكاين سوق الاوراق الماليه او الاسهم هما ستوكس شي حاجه باينه. مثلا كتشري، كتكون مثلا ابل طارحه الاسهم ديالها للبيع. تلقى مثلا افتراضا، انا ما عرفتش السهم د ابل شحال واصل، فتلقى حاطه السهم بواحد $100. فانت بالاناليز ديالك وبالفيزيون ديالك بانه داك السهم واش غادي يطلع ولا يهبط، فكتاخذو وكتشريه وتحاول تبيعو من بعد على امل انك تربح. وكاين سوق السلع هما لي ماتير برومي، بحال الذهب، الفضه، النفط، الزيت. حتى هذا سوق، وهو سوق مزيان الا بغيتي تبقى تريدي فيه، خصوصا السوق ديال الذهب فيه ليكويديتي شويه طالعه، وهو تيكون علاقه عكسيه الذهب مع الدولار. فتيكون التحليل ديالو شويه سهل، لانك تكون تتريدي الذهب او ميم طون كتطلع على الدولار فين واصل، فتقدر تعرف الحركه ديال الذهب فين غتمشي. اما المارشي ديال العملات المشفره، الكريبتو موني، فهو باين ما البيتكوين، الايثيريوم، سولانا، الشيبا، شيت كوينز. دونك هذا باين، فكتشري عمله كتسينها انها تطلع وكتعاود تبيعها، حاجه باينه. اما السوق ديال المؤشرات البورصه، لي زانديس البورصي، هما اللي صراحه انا اللي كنتريدي فيهم. كنتريدي في الاس ام بي 500، وكاين الناسداك هو زعما هو الطوب، هو باهم. علاش الدراري تنصحكم انكم تريديو في المارشي ديال لي زانديس البورصي؟ لان الليكويديتي طالعه بزاف، فالمارشي تيكون تيتحرك مزيان. فيمكن لك في النهار تقتنص الفرصه ديالك، فرصه او جوج، باش انك تحقق واحد الربح سواء من الشراء سواء من البيع. هذا المارشي باش يتميز ديال الناسداك او الاس ام بي 500 هو انه السيوله، يعني الفلوس داخله بزاف، داخله وخارجه. يعني المارشي تيطلع ويعاود يهبط، يطلع ويعاود يهبط، فتيخلق لك فرص اكثر من المارشيات الاخرى انك تدخل في شي تريد وتربح فيها. دونك هادشي اللي كاين. شفنا التريدر شنو هو، المتداول التريدر شنو هو، المتداول نفس الشيء. شفنا الانواع ديال الاسواق اللي كاينه والاسواق اللي يمكن لك تريدي فيهم. فحتى لهنا تنظن انه تقدر تكون لك واحد الفكره ولو بسيطه شنو هو التريدر، شنو هو التريدين، وشنو هما لي مارشي اللي يمكن انني نتريدي فيهم. فنصيحه الدراري، نصيحه اخيره، هي انه ملي تبدا في هذا الدومين وتبدا تتعلم، ما تحاولش تحرق المراحل. ما تحاولش انك بهضرتنا العاميه انك دير فيها قافز. الا درتي فيها قافز دونك راه عارف راسك راه غتخسر والتريدين راه تيخلي مضاعفات تاع النفسيه الانسان، لانه التريدين هو الدومين الوحيد اللي الا بغيتي تتعلم فيه كتتعلم وكتتعلم بخسران الفلوس. وهو دومين، اول حاجه دومين اللي تخسر فيه الفلوس اكثر ما غتربح. فالا بغيتي كنتي تتعلم وخسرتي راه تخسر الفلوس. ماشي بحال شي دومين اخر يمكن لك تتعلم فابور، يمكن لك تجرب طرق فابور. فالتريدين الحاجه الوحيده باش تتعلم هي انك تحط فلوسك، لانها كتدخل فيها النفسيه، كتدخل فيها شحال من حاجه. دونك ما تحاولش تحرق المراحل، ايطاب بار ايطاب.
حاول انك في الاول تعرف شنو هو المارشي، كيفاش تمشي، تشوف الناس دي تريدر اللي واصلين، ما تشوفش دي تريدر اللي توهموك، توريوك مثلا فيلا، توريك طوموبيلات واعرين وتحسبك راه هما هكذاك مناش يديروا الفلوس. فهما الطريقه الوحيده باش يديروا الفلوس هي توهموك، خصوصا الا شتيهم تيحفزوك انك تدخل معاهم شي جروب اولا تشري شي فورماسيون. دونك التريدر الحقيقي ما عمرو تيبيع شي فورماسيون وما عمرو تيدير شي جروب في اي بي، لانه غير بخدمته قادر انه يصور الفلوس. والنصيحه الثانيه اللي نقدر نعطيها لكم، هاد النصائح تنعطيها لكم بحكم التجربه وحكم انني طحت في الغلط وما بغيتكمش نتوما تطيحوا. النصيحه الثانيه هي انه ما ديرش التريدين خدمه. الا درتي التريدين خدمه فغادي تبقى معول انك خصك كل نهار تدخل الفلوس اولا كل سيمانه انك تدخل الفلوس وتربح منه، وهذه اخيب حاجه لانها تتلعب لك على النفسيه ديالك وتقدر تدخلك في دي تريد اللي هما غالطين. باقي ما وصلناش لهاد ليطاب ديال انه كيفاش تحكم في النفسيه ديالك لانها صعيبه بزاف. ف كنصحك انك سلو داون بشويه عليك، دقه دقه، حاول تتعلم، وراه دومين زوين ودومين ديال المستقبل. ونتمنى الدراري انني نكون فتكم في هذا الفيديو هذه. الا فتكم كنتمنى انكم تدعموني بجيم او بكومونتير. دونك هادشي اللي كاين الدراري، نتمنى كلشي يكون بخير والله ولي المعين.